فعلا وصدقا، هاي الإضافة إذا أضفتها للسيت اب الإنتاجية عندك راح تروح لمرحلة المحترفين. كنت مفكر إنه إضافة شاشة تانية للسيت اب هي بس للمنظر وتكبير الأيقونات وزيادة مساحة العمل، ولكن لما شفت كم فيديو من فيديوهات اليوتيوبر عن فوائد إضافة شاشة تانية وانبهرت أكثر لما اشتريت شاشة وأخيرا وجربتها على أرض الواقع، وخاصة لأصحاب اللابتوبات واللي ما بيتجاوز حجم شاشاتهم ال 16 بوصة. طيب شو ميزة إضافة شاشة تانية؟ ميزات وليست ميزة، ادون معي. أولا زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ، ما عاد تضطر تبدل بين النوافذ أبدا لأنه بتشتغل على شاشة وبتراجع المعلومات والمصادر على الشاشة الثانية. ثانيا راحة وتركيز أكبر لأنك بتقسم البرامج المفتوحة على شاشتين بدل الوحدة، وكمان أيقونات أكبر ومساحة عمل أكبر، وبالتالي راحة أكثر للعيون وتركيز وحضور أكبر في الذهن. ثالثا مثالية للمونتاج والتصميم، برنامج المونتاج على شاشة والفيديوهات والأدوات والتأثيرات والملحقات على شاشة ثانية. يا سلام. رابعا بيقولوا إنها مفيدة كتير للبرمجة والمبرمجين، ولكن بصراحة أنا ما بعرف كيف بيستخدموها أو بيستفيدوا منها. إذا أنت مبرمج ممكن تحكي لنا. خامسا مناسبة جدا للدراسة والمحاضرات، بتتابع المحاضرة على شاشة وبتدون اقتباسات وملاحظات على الثانية، أو بتفتح كتاب على الأولى وبتلخص على الثانية. سابعا مثالية للعمل الجماعي والاجتماعات الأونلاين، شاشة بتتواصل معها مع زملائك أو فريقك، والثانية بتحضر عليها أو بتراجع ملاحظاتك. ثامنا وأخيرا والأهم السهولة والعملية، أكبر سر من أسرار صناعة المحتوى هي السهولة والعملية. كل ما صارت عملية صناعة المحتوى أسهل كل ما كملت وتابعت أكثر، وبالتالي فرصة أكثر للظهور والشهرة. وبس سلام.